طبعا كلنا عارفين الإشارات. نيجي نعمل أي حاجة نقول يا رب ادينا إشارة علشان نعرف إحنا صح ولا غلط. الفكرة أن نصنا أصلا ممكن ما بياخدش باله من الإشارة، يعني تيجي قدامنا كده ونعمل مش واخدين بالنا منها. زي كده اللي تيجي ترتبط بواحد وتقول لو في إشارة إنه مش كويس مش هتخطب له، ويبقى الواد فارش الأرض ريد فلاجز وبرضه تتخطب له. يعني مش عاجبك كل الإشارات دي حضرتك يعني؟ يعني هو ده مش موضوعنا، بس يعني إيه، ده حاجة ممكن نبقى نروح لها في حلقة تاني. يعني التوكسيك مفيش أكتر منه نتكلم عنه بس بعدين، لأن إحنا دلوقتي حلقتنا عن الإشارات. لأن لما هنركز هنلاقي إن كل واحد فينا بيعدي عليه حاجات كتير في حياته بتبقى إشارات، ولو محتار في حاجة بيبقى مستني الإشارة اللي تبين له يكمل ولا لأ. الإشارات والعلامات اللي بتعدي علينا في حياتنا كتير قوي، ويمكن في أوقات كتير ما بناخدش بالنا منها أصلا، رغم إن في علامات ممكن تغير حياتك. وفكرة الإشارات دي مش بتبان قوي في الأفلام، بس في فيلم اتكلم على الإشارات دي بشكل واضح، وهو الفيلم نفسه اسمه ساينس، إنتاج 2002 من كتابة وإخراج إم نايت شيميلان. ويمكن إم نايت شيميلان مخرج مش قادر أفهمه، يعني بيعمل أفلام حلوة قوي وبعدها يعمل أفلام وحشة قوي، يعني راجل ملوش ماسكة كده، يعني ودي إشارة في حد ذاتها إن عنده مشكلة. المهم نخلينا في الفيلم وسيبنا من حياة المخرج عشان أنا اتفرعت كتير النهاردة. الفيلم بطولة اسمين تقال قوي، ميل جيبسون وواكين فينيكس، وطبعا كفاية إن اسمين زي دول يبقوا موجودين في الفيلم. ويمكن ميل جيبسون ما يكونش معروف بالنسبة للناس قوي دلوقتي زي واكين فينيكس، بس هو واحد من أهم وأفضل نجوم هوليود. الراجل ده له أفلام هايلة وأيقونية زي ماد ماكس، بريف هارت، وعمل أفلام أكشن وكوميدي ورومانسي ودراما وجريمة، وما سابش أي حاجة ما عملهاش. وكمان كان بيمثل وينتج ويخرج ويكتب، يعني تاريخه كبير جدا، وأكيد هنعدي على أفلام تانية ليه. فيلم ساينس بقى بيتكلم عن الكاهن جراهام هيس اللي بتتوفى زوجته وبيفقد إيمانه وبيبعد عن الناس وبيعيش في مزرعته مع ابنه مورجان اللي عنده الرب وبنته بو وأخوه ميرل. عايشين قافلين على نفسهم في المزرعة وملهمش علاقة بأي حاجة بتحصل في الكوكب. وفي يوم كده من الأيام بتبتدي تظهر دواير غريبة في أرض المزرعة، وبيلاقي إن الظاهرة دي منتشرة بشكل كبير ومش في مزرعته بس. وبعد كده بتبتدي أحداث غريبة تحصل، وبيربطها بفكرة الدواير دي. إيه بقى سر الدواير دي وإيه الخطر اللي جايباه، وهل هيقدر يواجه الخطر ده ويحمي ولاده ولا لأ؟ كل دي أسئلة بيتجاوب عليها في الفيلم مع شوية رسائل مهمة. الفيلم ده خد جايزة بوجي أواردز، ودي جايزة ألمانية، وكمان خد جايزة أحسن فيلم خيال علمي من أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفانتازيا والرعب، وترشح ل15 جايزة. ورغم كده الفيلم ده مش واخد حقه ومش مشهور بالنسبة لناس كتير، يمكن هو عشان مختلف عن الأفلام اللي تناولت الظواهر الغامضة والفضائيين. سيناريو الفيلم في الأول بيبان إنه فيلم تشويق أو فيلم عن الفضائيين، بس الحقيقة هو مش قايم على كده وبس. ودي من مميزات السيناريو اللي ما استخدمش ظهور الفضائيين طول الأحداث إلا في مشهد واحد بس. طول الوقت كان بيخليك تسمع الأصوات وبس، لأن هو كان بيحاول يوصل فكرة الخوف من المجهول نفسها من غير الاعتماد على أي مؤثرات بصرية أو مشاهد تصدر التوتر للي بيتفرج. هو خلى التوتر كله جاي من إننا زينا زي الأبطال، مش عارفين إيه اللي بيحصل ولا إيه اللي بيواجهوه. التوتر طول الوقت في الأحداث جه من إنك وإنت بتتفرج مش عارف هم خايفين من إيه. أنت بتشوف عيلة صغيرة بسيطة بتعاني من الخوف من ظواهر غريبة، وبيحاولوا إنهم ينتصروا على خوفهم بأفكار بسيطة، ويمكن منها أفكار تشوف إنها أفكار غريبة ومش منطقية، زي المشهد اللي بيلبسوا فيه ورق ألمونيوم اللي هو الورق الفويل ده على دماغهم، علشان هم فاكرين إن دي طريقة هتمنع الفضائيين إنهم يقروا أفكارهم. الأجمل بقى في السيناريو هو مشاهد معينة بتبين قد إيه الخوف ممكن يأثر في الشخص، وإزاي ممكن يحاول إنه ينتصر على الخوف ده، زي ما كان ميل جيبسون بيعمل. فكان دايما بيحاول يبين إنه مش خايف عشان يطمن ولاده وأخوه، رغم إن الخوف كان كبير جواه، خصوصا وإن إيمانه بقى ضعيف بعد موت مراته. وظهر ده في مشهد جميل جدا انفعل فيه على كل اللي حواليه من كتر خوفه، وإنه عاوز يطمنهم رغم كل الرعب اللي جواه. وإزاي إن في أوقات كتيرة ممكن يبقى جوانا مشاعر خوف أو حزن، بس ما نقدرش نخرجها علشان اللي حوالينا لازم يشوفونا واقفين على رجلنا ومتماسكين علشان هم كمان يطمنوا. وغير المشهد ده في مشاهد كتير قوي بتبين الفكرة دي. فهنا احنا مش بنتفرج على شخص بيواجه فضائيين، احنا بنعيش خوفه على نفسه وخوفه على عيلته، وازاي اتطورت مشاعره لحد نهاية الفيلم، وانه قبل ما يواجه الفضائيين هو كمان كان لازم يواجه خوفه الأول. السيناريو نجح في انه ينقل ده بأحسن طريقة، بس دي ما كانتش رسالة السيناريو اللي حاول يربطها بالواقع. النقطة اللي السيناريو ربطها بالواقع هحاول اشرحها من غير حرق للي ما شافش الفيلم، بس هي باختصار رسالة من اسم الفيلم: العلامات. كل حاجة حصلت للعيلة كان بيبقى ليها هدف وإشارة علشان حاجة يعرفوها أو حاجة تنقذهم. الابن اللي عنده ربه، البنت اللي بتسيب كوباية مية دايما في الأوضة من غير أي مبرر، حتى موت مرات ميل جيبسون كان له تأثير وعلامة. كل دي حاجات ظهرت إن ملهاش لازمة في الأول،
بس مع الوقت لقينا إنها علامات كانت بتنقذ العيلة. يعني كل حاجة بتبقى علامة إن ربنا خلاك تعملها أو خلاها تحصل علشان تكون بتساعدك. كل أهمية العلامات ظهرت في الآخر، ووصلنا لنهاية الفيلم اللي رجعت فيها شخصية ميل جيبسون لإيمانها مرة تاني. كأن الفيلم بيقول إن طول الوقت كل اللي بيحصل حواليك له معنى وإشارات، وإن مفيش حاجة بتحصل صدفة. ودي رسالة محتاجة تفكير. كل حاجة بتحصل لك حلوة أو وحشة ليها سبب. يمكن ما تاخدش بالك من السبب وقتها، ويمكن ما تعرفوش خالص، بس كل حاجة ليها سبب وهتغير حياتك. مش لازم تستنى إشارة لحاجة معينة تحصل لك، بس في مرات كتير لو حاجة حصلت عكس ما انت عايز، خليك متأكد إن ده الأحسن ليك، سواء عرفت السبب أو ما عرفتش. بس في الآخر خليك متأكد إن دي خطة ربنا اللي هتوصلك لحاجة أحسن بكتير من اللي كنت بتفكر فيها. في إشارات كتير ممكن تغير حياتك، حاجات ربنا بيحطها في سكتك عشان تتغير، أو عشان تبقى حياتك أحسن، أو تنقذك من اللي حواليك وساعات من نفسك. المهم إنك تبقى مؤمن بالإشارات، وإن كل حاجة بتحصل في الآخر هي خير، بس أنت اللي تصبر وتفهم، وبعدين هتعرف. وخليك عارف إن أي حاجة هي علامة هتوديك للخير. زي كده إنك سمعت الحلقة دي، أكيد علامة إن أنت هتاخد بالك من حاجة معينة والحلقة دي تنبهك ليها، أو علامة إنك لقيت البودكاست ده فممكن ترجع تسمع الحلقات القديمة، يمكن تلاقي حاجة مرتبطة بيك وتساعدك، أو تلاقي ترشيح فيلم حلو تتفرج عليه، أو تتابع البودكاست بعد كده، عشان دي أكيد علامة إنك وصلت للبودكاست ده. دي كانت حلقتنا النهاردة. استنونا الحلقة الجاية مع سيناريو جديد، ويومكم دايما أجمل يوم. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة من بودكاست الكتابة فكرة. تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، ديزاين وبراندنج أحمد رأفت وحبيبة حجاب. تقدروا تسمعوني من سبوتيفاي، أبل بودكاست، ساوند كلاود، بوديو وأنغامي. شكرا ليكم على استماعكم، واستنوني في حلقات تانية من البودكاست المفضل لي عشان بكلمكم الكتابة فكرة.